عايزه اقول لكم شويه حاجات كده هتحصل ان شاء الله مع شويه ابراج، خدوهم مني كده بالترتيب. معلش بقى انا مضطره ابص كل شويه في الورقه دي، معلش. اولا برج الثور والجدي والعذراء النص الاول من السنه عندكم مكاسب ماديه رهيبه، واي حد هيقول غير كده هنقول له لا انت غلطان. زي ما بنقول كده ثور وجدي وعذراء، وده لانه المشتري قلنا كوكب الدعم الاكبر، كوكب اكبر كوكب حظ هيكون موجود عندكم في برج الثور. يعني كل الابراج اللي هي ترابيه زي الجدي والثور والعذراء عندكم مكاسب ماديه مهوله لحد يوم 24/5. الدلو والاسد خلوا بالكم شويه من نفسكم في امور الشراكات، حتى كمان العقرب خلي بالكم شويه مع الشريك، خلوا بالكم في حتى امور الشراكات الماديه، مش لازم تكون الشراكه العاطفيه بس اللي ممكن اقول لك خلي بالك منها. برج الجوزاء خلي بالك من نفسك اول شهر بس، لكن بعد كده الدنيا عندك مفتوحه ان شاء الله من اول تقريبا 24/5، وده لانه المشتري قلنا كوكب الحظ الاكبر هيتنقل من برج الثور هيروح على الجوزاء. فعشان كده انا بقول لك الجوزاء الميزان والدلو عندكم مكاسب برضو ماديه كويسه، وعندكم تحقيق امنيات رهيبه. كل الابراج الهوائيه هتبقى عندها مكاسب كويسه. لو انا رحت عند برج الميزان الدلو الاسد الحمل حظوظكم عاليه زي ما اتفقنا، بس في النص التاني. هقول لك كمان العذراء والحوت عندكم شويه تعب لانه زحل موجود في برج الحوت، وده هيفضل موجود فيه لمده 2 سنين، بس مش معنى كده ان الدنيا ماشيه معاك وحش يا حوت. ده انا هقول لك لسه شويه حاجات هتحصل معاك هتبشرك بالخير كله. استنى شويه بس واسمعنا في فيديو تاني. العذراء عندكم طاقه كبيره من الارتباطات، عندكم زيجات جديده هتحصل، عندكم ممكن يكون في بعض حالات الانفصال في برج العذراء. عشان كده بنقول لو عندك مشاكل اسريه حاول ما تكبرش المواضيع شويه، لمها حبتين 3، وحاول تخلي بالك مع الشريك وخليك طيب معاه، بلاش ندخل في صراعات مع حد، خصوصا اول شهرين من السنه، لان دي ممكن فعلا يكون فيها انفصالات كتير. معانا كمان شويه ابراج هتعتلي عرش الحظوظ زي ما بنتكلم عنها، وقلنا ان هم هيكونوا الحمل والميزان هم ملوك الابراج في المال، وعندنا كمان العذراء والجدي هم هيكونوا الملوك بس في الجزء الاول من السنه، لان عندهم مكاسب ماديه عاليه جدا جدا. العقرب والثور عندكم مكاسب ماديه كويسه جدا، الجوزاء عندك مكاسب ماديه برضه كويسه جدا. السرطان انت ما عندكش ولا اي حاجه سلبيه السنه دي. يعني ايه؟ انا مش خايفه عليك من اي طاقه سلبيه، ولا عندك ولا كوكب معاكس، ولا عندك اي حاجه خالص واقفه لك في النص، ما عندكش اي حاجه عامله تربيع معاك يتقلق منها. بالعكس كل الحاجات اللي ممكن يتقلق منها حتى لو كان زحل في برج الحوت فهو برج مصاحب ليك، لان الحوت صاحب السرطان، انتوا الاثنين ابراج مائيه، فزحل هنا بصاحبك وجاي لك كمان عامل معاك مثلث جميل جدا جدا. ابشروا يا اصحاب برج السرطان، بجد عندكم تحقيق امنيه كنتوا بتتمنوها بقالكم سنين. ابشروا وابشروا وابشروا وبشرونا احنا كمان معاكم. معانا كمان ممكن نقول انه بس بلوتو زي ما اتفقنا خرج خلاص من برج الجدي بعد 20 سنه كان قاعد جواه. اخيرا يا جدي هتتنفس الصعداء، اخيرا بقول لك الحمد لله على السلامه، شهيق كده وزفير، عشان انت هتقعد كده وتلم بقى كل الخسائر اللي انت حصلت لك من 20 سنه فاتوا، لم مكاسب كتيره قوي قوي قوي. خلاص راح على برج الدلو كوكب النحس بلوتو خرج من عندك، ابشر يا جدي. ممكن كمان نقول ان الزهره هتكون في برج القوس، وده كوكب السعد، والقوس كمان كوكب تفاؤل، ودي في حد ذاتها حاجه تخلي السنه كلها تقول احنا هيكون عندنا تفاؤل كويس جدا، وهيكون عندنا ارقام حلوه جدا. بالرغم من ان ناس كتير بتقول رقم 8 اللي هو رقم السنه هو رقم موت، الا ان انا بشوفه رقم حياه، وعشان كده احنا بنرمز لرقم 8 بحرف الحاء، وانا بشوف الحاء حياه حب قبل ما تكون حرب. فبلاش ناخد بكلمه حرب او بالحاجه السلبيه اللي فيها، انا عايزه اشوفها برقم 8 الحاء حب وحياه. خلينا كلنا نستقبل 2024 بطاقه حب، طاقه حياه، وطاقه حظ. استنونا في فيديوهات تانية هنقول لكم بقى كل فيديو بالترتيب بتاعه، كل برج هيبقى عنده ايه ان شاء الله باذن الله في 2024. استنونا ونقول لكم بشرات حلوه جدا جدا.